فؤاد محمود او فؤاد محمد، هو ده السؤال. بدل ما تسال هل تستجيب الاداره لمطالب جمهورها وتطالب الامن بحضور الجمهور؟ ما انا يا فؤاد معلش مع احترامي، يعني انا ما اقدرش نقعد نطلب نقول جماهير، ما احنا من هنا طالبنا، لو انت بتتابعنا بقى كويس، احنا هنا طالبنا ان الجمهور يرجع بكتير قوي، انا وشادي وكل الناس، يعني اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره. انتوا بتخذلوا الناس كلها، فبالتالي ما نقدرش ان احنا نقعد نقول تاني بقى الجمهور تاني يرجع ازاي وانت اصلا في مشاكل وفي ناس بتبقى بينكم مندسه وناس بتعمل مشاكل اذا كان احنا بنعمل مشاكل في المغرب هنيجي هنا نقول جمهور تاني؟ لا، انت بقى لازم تراجع نفسك شويه يا فؤاد بعد اذنك يعني. احمد سراج المسلوط، بنحبك يا كابتن هشام، يا رب الكابتن هشام الامن يستجيب ان شاء الله، يا رب باذن الله يستجيب باذن الله تعالى. جمال عادل، ان شاء الله يا كابتن هشام. على فكره انا ما عنديش يعني انا في الغلط بقول على طول ده غلط منكم، والصح بقول الصح، انا ما بيفرقش معايا حد، باحترام وبادب وبشفافيه، ما بجرحش في حد، لكن لازم يبقى في اصول. انت تبقى عندك اصل الاول، انت يبقى عندك احترام الاول، احترم الناس كلها عشان الناس تحترمك. فبالتالي لما تيجي النهارده الناس تقول لكم خشوا المدرج، تخش باحترام وبنظام. بيبقى لو في سلوك غلط احنا شايفينه من الناس اللي هي بتدخل الجماهير المدرج، هنقول عليه، هنعاقب على طول وهنقول ده خطأ منهم. لكن انت الاول احترم نفسك وانت داخل الاستاد، انت راح تشجع، يبقى بالتالي لما يبقى في ممنوعات انت اول واحد تبقى مش شايل ممنوعات. ما ينفعش يبقى في ممنوعات نقول في ممنوعات ما تخشش في الشماريخ، تخش في شماريخ، ما هو ما ينفعش. فبالتالي انا زي ما بقول لك، عشان بس انا ما بتلونش، يعني الحمد لله انا ماليش في التلون خالص، وعلى طول يعني ما عنديش هزار. خلي بالك انا ما بهزرش مع حد يعني، وهزار وبتاع نهزر ونضحك في حاجات معينه، ولكن انا في النهايه عندي مبدأ وعندي رساله بقولها، ما بعرفش اتلون زي الناس التانيه. فبالتالي لا، انا الومك انت لو انت النهارده ما بتسمعش الكلام. يعني خلي بالكم، لان انا الحمد لله بحب كل الناس وبحب كل، طبعا اكيد النهارده لما اجي العب كوره وما بشوفش الجمهور بزعل، طبعا اكيد ببقى زعلان. اوعى تفتكر ان انا ببقى فرحان، ده الجمهور ده هو اساس اللعبه، وقلت عليه امبارح، لو انت بقى متابع كويس انا قلت امبارح ان الجمهور رقم واحد، هو ده اللي هيدي الدفعه المعنويه للعيبه كلها، الجمهور ده 100%. لكن النهارده انت بتخسر جمهورك، فبقت كل النهارده عوامل المساعده لعيبه النادي الاهلي، الملعب اهو اديك لسه مش عارف هتلعب في استاد القاهره ولا في استاد بترو سبورت، ادي كده يبقى 50% 50%. المدرب ان هو يحط تشكيل هيبقى موفق ولا مش موفق فيه، ادي كده بنسبه 50-50. اللعيبه ممكن تبقى موفقه ولا لا، برده 50%، ما تضمنش اللعيبه تقدر تأدي الاداء اللي هي ادوه. دكه البدلاء، اللعيبه اللي بتنزل، هل النهارده ممكن يبقى لعيبه بتعتمد عليها ولا لا؟ ما انت الله اعلم. فكل الحاجات دي عوامل مؤثره على اكيد النادي الاهلي.